النتيجة تالي تنفضح مولانا، أقرب أول وحدة أمام الله، وبنفس الوقت لعله أهلك البعيد أنت ينظروا لك منظار أنه أنت شنو؟ يعني قلت نحن قبل شوية نظروا لك منظار أنت أنه خوش ولد، خوش إنسان أنت، تنظر لك الناس بشكل عام، تكلم الدورة وسع الدائرة، وإذا بعدين يلقون بصحيفتك أنت مولانا شنو؟ صورة خلاعية، شغلة تعبانة، ولبس هالوين، احنا كنا نفكر به، معتبرين فلان، فتنكشف مولانا. فأنت شو تسوي؟ من البداية انطيهم دليت واعلن التوبة إلى الله تبارك وتعالى وصحح المسار، لأن أنت من تنام ما تدري بالوضع شنو، فليش تنفضح بعدين؟ زين؟ الفحشاء يعني شنو؟ يعني المنكر، العفو، الفعل الفاحش الخفي، قد أنت ما حد يدري بيك بس الله يدري واللي تروح. زين. أما المنكر فذلك هو الفعل العلني، فعل علني. واليوم الدولة البائسة بعضها، لأن تخو ما تقودك أنت رئيس دولة، يقودك مافيات الجاية تقودك الآن. نتروح هسه الآن مولانا ايش تلقى؟ يبيعون منكر، مشروبات قذرة تسلب العقل، باوع سوء الأدب، حاطين عليها حماية. أدليكم به هنا ولا كلكم من ترحون مراحل منا شايفين هنا الإشارة بلغ من التصريح. وهي مصيبة. فاليوم واحد قال شيخنا انتم مش مدريكم بذن السوالف، يعني شلون تحجونهن؟ تلعمت عين ما يشوف بالمنخض. جاء الإمام الصادق يقول قولك سمعت لا يغني من الحق شيئا، بل قولك سمعت ورأيت. أنا من أفوت أسجل ملاحظة أناقشها على المنبر، ما أقول فلان قال لي، قد قال لي حاقد، قد قال لي يكذب حشاه، قد قال لي يكره، بينما أنا نشوف بعيني لا، شفت بعيني وما كذب عيني. فهذا فعل المنكر علني، وقسم من المافيات بالعراق اللي تقوده حاطه حماية عليه. وهذا عندك أبسط مثال من تروحون منا للنجف على طريق الديوانية، شايفينهم ولا لا؟ انطب منها من نهاية السريع وتنعطف وتطلع الديوانية، على ايدك اليمنى باو عليه حماية حاطين عليه. سود الله وجوهكم، اي والله العظيم سود الله وجوهكم. فهذا فعل المنكر مرة يكون بهذا الطريق، مرة يكون وين؟ في طرق أخرى متعددة، والإشارة أبلغ من التصريح. فالله تبارك وتعالى ينهى عن ذلك. بعد قال والبغي، يقول البغي هذا اللي يجمعهن ذن اثنيناتهن ويتعدى حدود الله تبارك وتعالى برمتها، من قبيل الزنا والفاحشة وقتل النفس المحترمة وإلى آخره. بعبارة أخرى المنكر والفحشاء كلاهما أذية الناس. هاي المسألة. فالله الله تبارك وتعالى ينهى عن ذلك، نجاة الإنسان في هذا. فهاي المسألة. إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إيش قال؟ قال ترى بالنهي يعظكم لعلكم تذكرون. بلكي تصيرون حبابين شوية البعيد، بلكي شوية تلتفتون.